السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم الشاميه بمقادير مضبوطه، يعني الشاميه بالملعقه. اذا بديت بالشربه تاعي، درت 18 مغرف تاع سكر وضفت معاهم 4 كيسان تاع ماء وطخونش تاع ليم. خليتهم فوق الغاز، كي طبخ لي الخليط نقصت عليه وخليته يزيد يطبخ لي لمده 10 دقائق، ومن بعد وخرجته من الغاز وخليته حتى يبرد لي تماما. بالنسبه للشاميه تاعي خدمت بالسميد ديال التشيشه والسميد الغليظ. اذا تاع التشيشه درت 13 مغرف ونص تاع التشيشه، والغليظ درت 22 مغرف ونص تاع غليظ، ودرت معاه قرصه ملح وخليته بجهه. روحت هنايا بالنسبه للخليط درته في يعني هذا الخليط درته في البلندر. تبغي ديري في الاشوار ولا في البراميكسر لك حريه الاختيار. درت فيه 13 مغرف ونص تاع سكر، 12 مغرف ماء زهر و12 مغرف تاع زيت. خلطت كل شيء مع بعض كي ولا لي الخليط ابيض، روحت ضفته للسميده تاعي. هنايا قعدت نخلط غير بالملعقه وصاي، ما بسست ما والو، يعني هنا ما استعملتش كاع يدي. كي شفت الخليط بلي راه متجانس لي، روحت حطيته في البلا اللي كنت دايره فيه الزيت. وكيما راكم تشوفوا كيما مداري كيفاش تخدموا الشاميه. من بعد دخلتها طيب لي، كي طابت لي روحت سقيتها بالشربات مباشره، وتحصلت على هذه الشاميه الرائعه. ومع السلامه.